السلام عليكم. طبعا اليوم سويت فيديوين مختصر البنات مال تسوق يعني خارج المطبخ. هواي بنات طلبوا من عندي ان يعني شغلات مال المطبخ اراويهم، وان شاء الله تعجبكم الفكرة. بس قسمته قسمين، قسم يعني مختصر وقسم ثاني مختصر، وان شاء الله انزله وان شاء الله يعجبكم. واذا يعجبكم بعد اكثر وتردون يعني المواد الموجودة بامريكا فكتبوا لي وانا ان شاء الله اسوي لكم بعد واحد. راح اشوفكم هاي العجانات اللي انا استعملها وهواي بنات سألوا عليها. شوفوا هنا هاي العلامة مالتها. طبعا هاي العجانة هنا اكثر شي بامريكا، هي هاي العجانة الوحيدة اللي يستعملونها. شوفوا هنا درجات، طبعا كل وحدة سعر. هاي تقريبا هنا 250 سعرها. هاي صغيرة تصير، هذا شكلها صغير. وهنا هاي اكبر 350 هاي سعرها، اي اغلى من عندها لان كبيرة تصير اكبر. وهنا هاي هم سعرها هم يختلف، هاي 330 تقريبا. هاي 3 نموذج، طبعا هنا احجام مختلفة والوان بعد اكو. وهنا هاي الخلاط مالتها ونفس العلامة نفس الشركة يجي وياها. واكو هنا يشكل وياها. طبعا هنا شوفوا اكو مثرامة تصير وياها تجي. هاي هنا هسه اشوفكم اياها تشكل وياها. خلاط يجي وتجي وياها مثرامة. هاي هنا شوفوا، هاي تجي مال عجينة تفتح العجين شوفوا. وهاي هنا تجي وياها هاي سوزلاطة، هاي اشكال الخضروات تسوي. وهاي هنا تجي وياها المثرامة اللي قلت لكم عليها، اللي هنا تشكل مثل ما قلت لكم. هنا هاي تشكل بيها. هنا هاي العجانات اللي استعملها نفس الشركة. وهاي هنا هم تجي بعد وحدة هذا الشكل شوفوا. تجي هنا هاي مثل ست البيت او فود بروسيسر. هاي شكلها تسوي هاي الاشكال الخضروات، هم نفس المكان تشكل. هاي هنا الوان شوفوا، هي نفس الالوان. وهاي هنا اسعارها مبينه شوفوا. هاي البيضة اللي قلت لكم عليها اصغر شيء 250 تقريبا. هنا 350، هنا 330. اسعارها موجودة جوا، هي هاي العجانات الموجودة هنا بامريكا. وهنا هاي مجموعة مال الخلاطات اللي موجودة هنا، اشكال وانواع مثل ما تشوفون واحجام. طبعا هاي الفود بروسيسر اللي ست البيت هاي كل زينة. اكو بنات هواي يسألون عليها، هاي كل زينة. هاي الشركة مالتها. وهاي هم خلاط تصير، هذا خلاط. وهاي هم ست البيت تجي هذا شكلها. وهاي هنا الخلاطات الصغيرة مكاناتها هاي اشكالهم. طبعا هذا المحل غاز باي اللي هذا القسم مال المطبخ مال الكهربائيات. بالنسبة للبنات اللي سألوا على غطا الطباخ اللي انا مستعملته، هذا هو شكله هنا، هذا موجود بالوالمارت. هذا شكل يجي، وهاي نقشة هم تجي هنا. طبعا هنا هاي غطا للعين مال الطباخ، من تنظفونها ومن تدون تستعملونها تغطوها. تجي أربع قطع وياها، 2 صغار و2 كبار. هذا شكل وهذا شكل. طبعا هنا اكو هم ستيل. طبعا الستيل اغلى تصير 4 قطع تجي. وهنا هاي سادة هم 4 قطع، بس هاي تجي ارخص. شوفوا شكلها ابيض واكو اسود. وهنا هم عين الطباخ مرات هم تتلف لازم تغيرونها، هاي هم موجودة. طبعا بهذا القسم الموجود هنا هذا اشكال. وهنا هاي المواعين يعني هاي الخواشيب والخلاطات. هاي بنات يسألون تشتريها منين تشتريها من المطبخ. وهاي هواي هنا سألوني هاي زين من تشتريها الصغيرة، الخلاطة الصغيرة شوفوا. هاي هنا صغار. طبعا هذا قسم كله مال المطبخ، هذا والمارت، قسم الوالمارت. شوفوا هنا بعد تجي هاي كل هاي تجي هنا الملاعق الخشب والنايلون.
شوفوا هنا خواتي يسألون عن القوالب الفافون اللي استعملها. هاي هنا القسم، هذا قسم القوالب هنا واحجام، هذا حجم وهذا حجم وهذا حجم. طبعا هنا السعر كل واحد شكل، هذا 7 وهذا 11 وهذا 8 تقريبا. شوفوا اسعارهم. وهاي المجموعة هنا مال كيك، قسم الكيك والمار. وهاي الالوان هنا اللي استعملها هواي بنات يسألونهم عليها. شوفوا هاي جميع الالوان موجودة هنا جو وفوق. وهذا هنا سعرها $1.75. اي لون موجود هذا سعرها. طبعا هنا الاكياس مال التزيين هاي همه. وهاي هنا لها خوات هو يقولون على هاي الفورمات مال الحلويات، هذا شكله. شوفوا هنا حجم كبير هذا، بس ما يجي سادة، هذا مو سادة، هنا هسه شوف سادة، هذا سادة. شوفوا هواي خوات يسألون على الداطلي يقولون ما موجود، فهذا حجمه زين وسط يعني مو كبير زين. هنا هاي عجينة السكر هواي هم بنات يسألون عليها، هذا سطل هنا يقولون وين موجودة زين. هذا عجينة السكر شوفوا. هاي هنا موجودة من الألوان والكاكاو ما كاكاو ما تزيين. هاي القوالب هنا لها شوفوا، هاي مال عجينة السكر. طبعا هنا هاي الفورمات موجودة كلها سوا، شوفوا أشكال وأحجام. هذا قسم هنا بالوالمارت، هذا القسم شوفوا.